عايزاك، ما انا مش هستنى لغايه اما انت تبقى في جنه وتبقى تفكر في اللي معاك. استني يما. قالت مش عايزاك، انا مش هستنى لغايه اما انت تبقى في جنه وتبقى تفكر في اللي معاك. هذه هي رسالة إسراء بعد خطوبة حسن، والجمهور ينتقد شكل ندى وهي ملكة في الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم يا جماعة عن ندى والفيديو الجميل بتاع ان هي حولوها لملكة. طبعا ندى ما شاء الله كانت جميل، الفيديو كان جميل جدا، ولكن ندى كانت بالميك اب كان زيادة قوي. طبعا هو عشان بقى يمشي مع لوك الملكة والمجوهرات الزيادة، وكمان الاوفر، اللون الاوفر ده كان احمر جامد. بس هي كانت طبعا ندى جميلة قوي قوي قوي، ولكن من غير مكياج. الميك اب ما بينصفش ندى خالص، زي في ناس كتير جدا لما تحط ميك اب ما بتبقاش حلوة. فطبعا يا ندى الطبيعي يكسب والطبيعي هو اللي يغلب. هنيجي نتكلم كمان عن اسراء. دلوقتي عندها على تيك توك حساب بتعمل عليه فيديوهات وبتتكلم عن شغلها. طبعا كان حسن لما كان خطيبها كان بيعلن ان اخوها فاتح محل اسمه كراكيب، بيعمل بقى مناديل كتب كتاب، بيعمل مناديل خطوبة، بيعمل الاكسسوارات الجميلة دي بتاعت الخطوبة، بتاعت احتفالات التخرج، الكلام ده يعني زي ما احنا عارفين. فإسراء بتعلن بقى عن الشغل بتاعها ده من خلال التيك توك. ربنا يوفقها ان شاء الله. إسراء جميلة قوي وعسولة، وكمان نتمنى لها يا رب ان شاء الله خطوبة حلوة كده وعريس حلو. كانت ندى برضو نشرت يا جماعة، إسراء كانت نشرت فيديو ان هو كاتب كتاب محمد وإسراء. فناس قالوا لا ده إسراء اتجوزت وكده، ولكن هي لا، لسه ما اتجوزتش، لان هي لو كانت اتجوزت كانت حتى لبست الدبلة ابسط حاجة يعني. فهي ما لبستش الدبلة في الفيديوهات اللي على التيك توك. اما بالنسبه بقى لابو زياد وفيديوهات ابو زياد وان هو تحديات وحاجات، يعني برضو لسه برضو يعني برضو ربنا يسهل ويتجمعوا مع بعض برضو.